النادي الاهلي بيجني الثمار مشروع في امريكا وبيضم لاعب مصري امريكي يمتلك امكانيات جيده جدا وعنده موهبه زي ما انت عاوز تقول. قول مين هو اللاعب ده وازاي انضم وكلام كتير عنه هتعرفه في الحلقه دي. فوحد الله وصلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا يا صديقي نبدا الحلقه. محمد شادي مصطفى لاعب الاهلي الجديد مواليد 2009 واللي بيلعب وينج رايت وبلاي ميكر. اللاعب ده اقل ما يقال عليه انه لاعب موهوب، يمتلك امكانيات جيده جدا، عنده مستقبل واعد واضافه كبيره لقطاعات ناشئين النادي الاهلي بشكل فعلي. القصه بدات من اختبارات اكاديميات النادي الاهلي في امريكا اللي لسه مفتتحها مش بقاله كتير يعني. اتقدم اكتر من لاعب اصول مصريه في الاختبارات دي من ضمنهم محمد شادي، وقدر ينجح في الاختبارات وقدم مستوى جيد علشان ينزل مصر يخوض فترة معيشة مع النادي الأهلي. وهنا كان في قناعة تامة بإمكانيات اللاعب وتم التعاقد معاه وعمل عقد احترافي ليه مع النادي الأهلي بشكل فعلي علشان ينضم لفريق مواليد 2009. وده كله حصل وسط رغبة كبيرة جدا من اللاعب إنه يكون مع النادي الأهلي، وسط ما النادي الأهلي بيدور على مواهب من أصول مصرية في أمريكا. ودي تجربة ممتازة جدا. وكده عرفنا اللاعب إزاي ينضم للأهلي، نعرف بقى معلومات عنه ولعب فين وايه هي امكانياته فنيا عامل ازاي وكلام كتير جدا. زي ما قلت لك محمد اتولد في امريكا ولعب لفريق تورمانتا الامريكي وكان واحد من اهم لاعبي القطاع، وكان لاعب بيقدم مستوى هايل وكان قادر يقدم تاثير واضح في الملعب وحلول فرديه وامكانيات وقادر يقدم نفسه بشكل مثالي. بالاضافه انه خاض فتره معيشه مع نادي كولومبوس كرو الامريكي اللي لسه منتهي ليه وسام ابو علي. الولد ده لما اتشاف انضم لمنتخب مصر مواليد 2008 وده ان دل على شيء يدل انه لاعب فعلا موهوب وعنده امكانيات جيده. ولما عرف ان النادي الاهلي عامل اختبارات راح قدم ونجح في الاختبارات وانضم للاهلي. يمكن مالوش مسيره كبيره لانه لسه لاعب صغير في السن وما اقدرش اقول لك يعني حاجات كتير عنه، ولكن اقدر اقول لك ان اللاعب ده فعليا موجود في النادي الاهلي في الوقت الحالي وانه فعلا لاعب موهوب ويقدر يقدم اضافه للنادي الاهلي في المستقبل بشكل كبير جدا. لو اتكلمنا عن المستوى الفني فهو لاعب حريف، لاعب يمتلك امكانيات فرديه وحلول ممتازه جدا، لاعب هايل في الواحد على واحد وبيقدر يخلق حاله تفوق بشكل كبير جدا امام اي مدافع. سريع، دريبل وكنترول هايل، مسدد ممتاز على المرمى ورجله هي الرجل الشمال، وفعلا تسديداته قويه جدا واهدافه شكلها حلوه زي ما انت شايف كده. والجوده بتاعته بتبان في الاستلام والتسلم، تحركه بدون كوره، تحركه لما يستلم بيكون ايجابي جدا، بيتحرك في عمق الملعب، بيحاول يعمل باص او حتى يسدد. بالاضافه ان بصير عنده دقه ممتازه في عمل الباص الامامي، لاعب عنده جرأه، بيلعب في عمق الملعب بشكل مثالي، يقدر يلعب بلاي ميكر يعني. ولكن فكره انه يلعب وينج رايت بيكون عنده صلاحيات اكبر انه يستلم يشتغل على الخط او حتى يشتغل في عمق الملعب. فانا بشوف انه فعلا لاعب مبشر يقدر يقدم اضافه لفريق النادي الاهلي مواليد 2009، ومع الوقت يقدر يتدرج بالمستوى الفني ويكون عنده هامش تطور كبير ويكون موجود مع النادي الاهلي بعد موسم او 2 أو 3 من دلوقتي. فالخلاصه كده تجربه قدرت تشتغل بدري، قدرنا نجني ثمارها بدري جدا ودي حاجه مبشره بشكل كبير. محمد شادي مش هيكون اول او اخر لاعب، لسه في لعيبه كتير جدا هتنضم للنادي الاهلي من اصول مصريه اتاسسوا في امريكا، فدي حاجه ممتازه. اتمنى النادي الاهلي يفكر يعمل اكاديميه في افريقيا واكاديميه في اوروبا، وهنا هيكون عندك خامات ممتازه للمستقبل تقدر تشيل الفريق الاول وتوفر جوانب ماليه كبيره جدا بتدفعها في الصفقات في كل موسم. محمد شادي 16 سنه لسه عنده مستقبل كبير ان شاء الله، يقدر يتدرج بالمستوى الفني مع النادي الاهلي، واتمنى يتالق في اول موسم ليه ويقدم مستوى واضح يخليه يرتقي ويلعب لفريق اكبر منه ويظهر بدري مع الفريق الاول باذن الله. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، عاوزك تقول لي في الكومنتات تحت هل بتشوف ان محمد شادي فعلا لاعب مبشر ويقدر يقدم اضافه للنادي الاهلي، وفكره اكاديميات النادي الاهلي في امريكا فكره جيده، ولا انت شايف ايه؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك. فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.